لكل أم ولكل بنت بهالكوكب الصغير يسعد أوقاتكم. كل وحدة منا كان عندها لعبة صغيرة تفرح فيها، تدللها، تحكي معها، ترقص معها، وتحط لها حفوضة يعني بروفات بالفطرة، تحضنها وقت تبكي، وإذا تأخرت برا ترجع تطبع بوسة على خدها وتراضيها لأنها تأخرت عليها. وهي شقفة لعبة، فشو بده يصير بكتلة هالإحساس وقت بتمتلك لعبة حقيقية، قطعة منا من روحها، بنوتة لإلها. شرفت حبيبة قلبي وروحي على الدنيا من 18 سنة، وكانت نسختي التانية يلي وقت بشوفها بشوف حالي. كل يوم مروا بهال 18 سنة مروا بطعم ولون وحكاية. شو بدي أتذكر لما كنت صغيرة وكان عندي لعبة كنت أسقيها دوا 10 مرات باليوم من غير ما تعترض. أما الخانم وقت كانت صغيرة كل معلقة دوا بدي أعطيها إياها لازم صلي ركعتين صلاة الحاجة لحتى تقبل تفتح تمها. بعد كل وجبة أكل لازمني حمام، وبعد كل حمام لازمني حبتين مهدئ لحتى أقدر نام. كل سن يطلع بتمها بده روح الدكتور وسهر ليالي وأدوية خوافض حرارة. بس كنت شوفه حبة لولو طالع من قلبي بحر. لمعة هالسن لما تضحك كانت تنسيني تعبي وسهر الليل. ويا لطيف شو كنت حب ملامح وجهي وقت صارت ترسم لي اياهم بالمكياج. كنت حب هاي اللحظة اللي تجمعني فيها، اتأملها وهي عم ترسم الكحلة والحمرة وتشحور لي وشي بالمسكرة. صح اطلع بضحك من بين ايديها وفنها، بس كنت حس انها عم ترسم الوان الحياة على وشي. كبرت الصغيرة وتذكرت كلمة امي الله يرحمها يا محلاهن وهن صغار. بلشت تظهر شخصيتها مستقلة، جريئة، قوية، وبتحب الحياة مثل أمها بالضبط. وهاد يلي بيخليني على صراع دائم معها، بخانقها، بتعيط، بتبوزم، بنرجع بعد شوي منتصالح. الله وكيلكم بطلت شوفها بنتي، صارت رفيقتي. عم حاول علمها بس حاسة اني انا يلي عم اتعلم منها. ما بخفيكم بحب تكون مثلي دكتورة، تدرس مثلي وتنجح. امي الله يرحمها كانت تحلم تقلي ايمت بدي اشوفك صبية والناس تقلك دكتورة، وانا كمان هيك بحلم مع بنتي. هالكلمة حلوة كتير وإلها تأثير كبير، خصوصي لما بتسمع دعوة حلوة من شخص انت ساعدته او مريض انت ساهمت بشفائه. بس بحس هالحلم بعيد كتير عنها لانه مفهوم بنتي عن الطبيعة غير مفهومي. انا كنت شوف الطبيعة علاج وشفاء وجمال وخلطات وماسكات، هي بتشوف الطبيعة صحن تبولة واكلت يالنجي مع رفقاتها. من كم يوم كتبت وتفزلكت الخانم بالفصحى، قال عم بتوصل رسالة. قال شوفوا شو كتبت، رسالة إلى أطباء الطب البديل وأخصائيي التجميل والرجيم، وأخص بالذكر نبع الحنان مرضية أبو قلبي. أما بعد وبعد انقراض الديناصورات وتربع الإنسان على قمة السلسلة الغذائية، أنا لم أناضل وأشقى في سبيل أن أتربع على عرش السلسلة لحتى آكل سلطة وخضار وخس وبندورة وأشرب شاي أخضر. لا، والتوقيع ابنتك البارة. لا أما شو برا، اي الله يرضى عليكي ويعمك رضا، شو مرضية ومفزلكة يا بنتي اللاحمة المتربعة على عشر السلسلة الغذائية. الحمية والرجيم لك بنتي مو بس وقت تصيري قد الدبة وتتراكدي بدك تعملي أصلا معدتك وشفط وشد وقصص ما بتخلص. لازم دايما تفكري بجسمك، ما توصلي لطريق كله كلفة وبخاطر. كلي يلي بتحبيه بس مو مثل الديناصورات. كلي شاورما وكلي شوكولا لك وكلي شيبس بس بعقل. صح المصاري مو من جيبتك بس المعدة معدتك، والناس بدها تقلك إلك يا دبة مو إلي. أنا بدها تقلي يا أما للدبة، بزعل شوي وبرضى بس رح تضلي انتي الدبة. اعملي رياضة وداومي عليها. عنا ما في أرض ديار وجنينة بالبيت تشطفيها كل يوم. الله يرحم ستك كانت تعمل لي دورة صاعقة فيها، وعلى حس وفرك بهالأرضيات، وعينا علي لأقوم أقصر، وإذا قصرت يا ويلي ويا سواد ليلي. كانت تقلي الله يرحمها إذا شقفت أرض مو عرفانة تنظفيها،
كيف بدك تفتحي بيت؟ باقي شغلة مهمة يا عرق عيني، النرفزة تبعك بطليها. لك بدي يفهم على شو بتنرفزي؟ شو هالجيل هاد صاير لهم كل شي وبضلوا منرفزين، معناها نحن كان لازم نكون بمشفى المجانين من زمان. خزيت العين عنك، ما بتروقي الا وقت بتتمكيجي. يا ريت شوفك بهالرواق وانت عم تتصارعي مع كتابك. لك بنتي هالالوان بتأذي وجهك، بعدك صغيرة ووجهك مثل الزنبقة. شو هالسوسة اللي متعلقة فيها؟ بدك تضلي حلوة، عندك مطبخ طويل عريض، وعندك نبع الماسكات والخلطات على أساس أنا نبع الحنان. اسأليني، مو أحسن ما كل نهار رايحة وجاية على سحب مصاري وشرب هالمكياج وهالألوان لتخربي فيها وشك؟ الفريز والموز والتفاح بيستعملوا ماسكات للوش، مو معسل للأرجيلة يا خانم يا معدلة. يعني حضرتك بدل ما تشجعي رفقاتك يشربوا أرجيلة بمعسل تفاحتين، خليهم ياكلوا تفاحة ويعملوا ماسك بالتفاحة التانية ويشربوا كاسة شاي أخضر. والحلقة الجاية رح بحكي لك ليش شاي أخضر. لكل أم وبنتها وخالة وبنت أختها وجارة وجارتها. تابعونا على اليوتيوب بالضغط على سبسكرايب. يلي أمي لو سمعاني هالكلمة الله يرحمها كانت ضلت ساعة تسألني شو يعني اشتراك. اعملوا اشتراك على قناة اليوتيوب واعملوا منشن لبعض على الفيسبوك لحتى تسمعوا كل جديد بحياة الأم وبنتها، وتسمعوا قصصنا ومعاناتنا اليومية، وتلاقوا حلول لمشاكلكم اللي عم نعاني منها كلنا سوا. ونشوفكم بالحلقات الجاية.